والكرة في هذه المواجهة بقيادة اللاعب رقم 9 وهو العميد بروتو كريستيان الذي سيقود هذه المنافسة وهذا اللقاء. إذا لحظات غادي ننطلقوا في غمار هذه المقابلة وهذا اللقاء بين المنتخب الأرجنتيني وأيضا المنتخب ناصر المنتخب الوطني المغربي. مستلار كينطلق الكرة ديالو، كيختار كرة أمامية، محاولة جيدة طريقة اللي جات من خلال عن طريق اللاعب بولو لوكاس، تمريرة أمامية بهذا الشكل من خلال هذه المحاولة، ولكن هنا لجانب أنس العيان يحاول ما يمكن يستلم هذه المحاولة جيدة جدا، صويبة كثير على مستوى رقعة الميدان. المنتخب الوطني المغربي الآن محاولة فرصة أمامية، كانت تمريرة جيدة ولكن ما كملاتش كترجع مرة أخرى عند رئيس الفني ولكن مباشرة إلى خارج الخط الجانبي. أنا كانت هذه مترابطات كما ذكرت. الطاقم الطبي يصارع الزمن باش أنه هذا اللاعب أنه يكون إن شاء الله أكيد، وهذو كلهم لاعبين خاصة اللاعب سفيان بورك. هذه محاولة ممتازة، فرصة ديال بومزو اللي انطلق عثمان بومزو لاعب جيد. خالد بوزيد كيرفع الكرة، بومزو كيصوب ولكن مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. إذا لاحظنا في المباريات الأخيرة سي شباخ اتصل به السبت ولا الحد ايقاع ديال كرة القدم داخل الصالة. تصويبات ديال رئيس الفني مباشرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب. واحدة من المحاولات هي أوروبية وكان آخر تصويبات جميلة نعطيوها حقها. التحق بالبطولة الفرنسية حاليا هو مصطفى رابو، إذا غنشوفوهم في بطولات أوروبية إن شاء الله. نعم، هذه محاولة ممتازة كترتطم العارضة الأفقية. أخطر محاولة في المقابلة إن صح التعبير، وكانت الكرة من جانب أنس العيان أمامنا، يعني الطريق المحاولات التي تأتي الآن. أنس العيان تمرير في اتجاه مستلار عن الفريق، مستلار ممتاز، تمريرة جميلة، فرصة كانت جيدة، كان ممكن أنه يوضعها في المرمى. يعني بقليل من الحظ طريقة كيفاش تعامل مع مستلار عميد الفريق، وكتحس به بأنه قائد وهي مناسبة. بلال يسعد تصويبة كان بالإمكان أنها تكون في المرمى، يعني يسرى عمليه هجوميه كترجع عند العيان كيحاول ينطلق، العيان كيصوب الكره ديالو مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب لمسات احد اللاعبين. اذا زاويه المنتخب نخلي الفريق الوطني الارجنتيني انه محترم هذا الفريق الوطني المغربي، وكان محاوله قويه ولكن هي رجعت مره اخرى بومزو ولكن مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. واحده من المحاولات اللي كتجي بهذا الشكل وبهذه الطريقه هذه. لا كشوف اللي كيدخل اللي كاين في هذا الاسبوع هذا فاكيد غادي نكونوا ان شاء الله. يعني كاين المنتخب حافظ على الكره ديالو، لاحظ معايا كيفاش كينسل. محاوله جيده كترجع مره اخرى مغربيه، عمليه مره اخرى يكون الضغط في المنطقه ديال اللاعبين المغاربه، وهذا الشيء اللي بومزو فرصه هدف اول في المقابله ديال اليوم. بومزو ما خلانيش نكمل، قلت لك هادشي غيخلي مساحه وراء الظهر ديالهم وها هو تسجل منها. هذا هدف جميل بطريقه جيده صراحه من اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، كيسجلوا على المنتخب الارجنتيني. هدف ديال لاعب بومزو، الطريقه اللي سجل بها بومزو سي عمر لا طريقه فنيه. خصنا نديروا له واحد التحديد. شوف معايا هنا المخرج حتى هو عطانا من البدايه ديال اللقطه وكيفاش كان الانزال هنا، التحكم في الكره، راوغ الحارس وضعها في الزاويه بهدوء وبهدوء. نعم لاحظ في الظهر ديالهم، واكيد بحال هاد المناسبات ما كيفلتهمش اللاعب او ما كيضيعوش المدرب الوطني المغربي السي هشام دقيق اللي كيعطي التعليمات كيفاش يمكن نوصلوا للمرمى. المقابله الوديه المهمه للمنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الارجنتين، تصدي ممتاز نبي عبد الكريم نبيه كيعطي اشارات انه دخل في المقابله بالشكل المطلوب. حارس كبير دائما، كان حارس كبير بين حتى هو المؤهلات ديالو، وكان سبق له نبيه انه في كاس العرب انه
هدف ثاني كيجي بهذه الطريقه، هدف ثاني كيجي بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب هذا، وبالتالي الهدف اللي كيأكد من خلاله المنتخب الوطني المغربي على مدى القوه ديالو والهيمنه ديالو على تفاصيل هذه المواجهه. هنا العيان قام مراوغه الحارس، ثم بعد ذلك الاكمال ديال الكره كان من جانب اللاعب لواء اخرى مسرات تمريره الجهه اليمنى او تصويبه مباشره الى العيان ومترابطات جميله، انطلاقه محاوله ممتازه خارج قدم، فرصه مسرار يا مسرار كان بامكانه انه يوضعها في المرمى صراحه، لعبها بالطريقه المطلوبه ولكن ما كانش معه كذلك. هنا كنشوفوا التصويب مره اخرى من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي، وهذه عمليه عثمان كان قريب من الكره. حنا شفنا نفس العمليه انهم مخلين كيلعبوا في نص الملعب ديال الفريق الوطني المغربي. محاوله كتضيع كترجع مره اخرى اسمها مرتده مضاده، محاوله ممتازه رئيس فني امكانيه ديال الهدف. بومزو غير محظوظ، زاويه كانت واضحه، زاويه واضحه، زاويه محاوله تصويب هدف بطريقه جميله من اللاعب اسماعيل امزال، 3 ديال الاهداف مقابل شيء، ومن الاشياء الرائعه في كره القدم داخل القاعه هما هاد الاهداف بهذا الشكل هذا. اكيد هادو كيكونوا مخدومين في التدريب، لان خص يكون عندك لاعب. حسيمه الشوط الاول من عمر هذه المواجهه مش الفوتسال، هذا ما فيه شك ان سي هشام دقيق الفيفا ما جاتش هكذاك واختارته او دارته محاضر غير محظوظ في المقابله ديال اليوم، ولكن اللاعب كيقدم وكيبصم على مباريات وما غيساليش من البحث المسرار، لان كنعرفوا لاعب طموح، لاعب اللي كيبغي يخلي البصمه ديالو في اي مقابله كيلعبها. اذا تكتول مهم جدا لعناصر المنتخب الوطني المغربي، خاصه السرعه في تنفيذ العمليات، لان الفريق الوطني كتكون المغربيه. هل ستكون مباشره ام تمريره؟ سنتابع. البقى لماذا سيختار؟ البقى ليختار التمرير. نعم، محاوله مغربيه مترابطات لم تكتمل هذه الكره. السالم تمريره جهه اليسرى ضائعه، كانت اتجاه رئيس فني ولكن ما تمكنش من الكره ديال اشراك حارس المرمى. تعود مرة أخرى ممتاز رئيس فني، القراءة ديالو جيدة. هنا الإعادة لاحظنا هنا الكرة اللي حصلها رئيس في الجانب المقابل لعناصر المنتخب الوطني المغربي تبحث عن الحلول لإضافة رابع الأهداف في مواجهة اليوم، باعتبار أنه سجل عثمان بونسو اسماعيل امزال والمنتخب الأرجنتيني، وأيضا المنتخب الوطني المغربي عاد بالكرة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي بمبدأ الأمان والسلام. وكانت محاولة خطيرة لأن كل ما صداش لها كان في الخلف ديالو كان لاعب أرجنتيني كان بناء العملية الهجومية تساعد أيضا بشكل كبير. الوطني المغربي ضاغط ويقف في الدفاع بهذا الشكل على مستوى الخط مقابله ومع اللاعبين. وممتازه هذه محاوله جميله للمنتخب الوطني الى ارتكب المنتخب الارجنتيني الان اي خطا فغادي تعطينا 10 ديال الامتار. محاوله بومزو ما يحتاجش 10 ديال الامتار. يوضعوا الكره في المرمى. شوف عطانا المخرج من البدايه من البقالي لبومزو كيفاش راوغ الحارس، تمريره اصلا هي تمريره ديال الهدف. مسرار يضع الهدف بهذا الشكل هذا. اذا مسرار ينضم لقائمة المسجلين. التنبؤ ديال هدف رابع وسجل مسرار كما ذكرت. ودائما الفريق ديالي وغادي نعطي اللباس لاعب اخر اللي جميل هذه تدرس صراحه، تدرس والهدف هذا هدف جميل، هذا هدف عالمي ان صح التعبير، هدف يدرس من الانطلاقه ديالو. هذا هدف يدرس وصراحه ومشاو عند اللاعب يوسف جواد زميل ديال المدرجات كيعنقوا فيه لان كيهديو له هذا الهدف. شوف معايا الاعاده من البدايه ديالها. شوف فرجه هنا كنشوفوا الفراجه ديال اللاعبين بهذا الاسلوب بهذه الطريقه هذه والسلاسه والتمرير.